السلام عليكم. زي ما احنا متعودين في نادي القراءة العملية ان احنا بنقرأ بشكل عملي. بنقرأ بشكل عملي ازاي؟ بمعنى ان احنا بنجيب الكتب البيست سيلينج على امازون في المجال اللي احنا حابينه اللي احنا شغوفين بيه، وبنبدأ نقراهم ونترجمهم. طبعا الكتب بتبقى كلها اجنبي، فبنبدأ نقرأ بشكل عملي عن طريق ان احنا بنقرأ، بعد كده بنفهم، بعد كده بنلخص، وبعدين بنشرح جوه فيديو او بنشرح جوه السيشن، عشان دي اكتر واسرع طريقة انها تثبت المعلومة في دماغك وما تنساهاش ابدا. فاللي انا حابب اشارككم بيه والسلسلة فيديوهات اللي جاية ان شاء الله هتكون عن النتوركينج ودايرة العلاقات، ازاي تبني شبكة علاقات قوية. في الحقيقة أنا بدأت في كتابين، وفي كتاب خلصته والتاني قربت. كتاب اسمه ستوري نتوركينج والتاني اسمه نيفر ايت الون. الاتنين بيتكلموا عن ازاي تبني شبكة علاقات قوية جدا مع ناس ناجحين في المجال بتاعك، وايه أهمية الحاجة دي، وازاي ان النتوركينج بتاعتك هي أهم سكيل لازم تتعلمها ولازم تتقنها جدا ايا كان تعريفك للنجاح ايه. طبعا عشان بس الناس ما تتلخبطش، في فرق بين النتوركينج، بين شبكة العلاقات وبين دايرة المعارف وبين الواسطة. اولا النتوركينج دي ما لهاش اي علاقة بالواسطة، يعني انت مش هتاخد مكان حد، او مش حد هيديك مكان انت مش كفء فيه. دايرة العلاقات بكل بساطة شبكة علاقاتك دي ناس عارفين انت شخص كفء قوي في المجال ده او في الحاجة دي، فلو وقعت قدامهم فرصة شغل بيقولك مثلا في فرصة شغل ويقدموها ليك. انما الواسطة غير كده خالص. برضو دايرة العلاقات غير دايرة المعارف. ليه؟ لأن المعارف دول الناس اللي انت اتولدت لقيتهم، سواء بقى أهلك، صحابك، جيرانك، صحاب الجامعة وصحاب الكلية وصحاب ثانوي وهكذا، دول انت ما اخترتهمش. انما دايرة علاقات ناس انت بتختارها، ناس ناجحين جدا، ناس شغوفين جدا، بتعمل زي كوميونيتي صغير كده مع الناس دي عشان تمارس معاهم الباشون او الشغف بتاعك. طبعا اهميتها حتى ربنا في القرآن الكريم بيقول في سورة الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، الى اخر الآية. طبعا هنا معنى كده انه بيقول لك حط نفسك مع الناس اللي انت عايز تبقى زيهم. طب انا ازاي ابني شبكة علاقات قوية وابقى شخص معروف قوي في المكان ده وخلاص، انا اوريدي ناس كتير عارفاني وناس كتيرة بتحبني. في الحقيقة هديكم معلومة صغيرة في الفيديو ده، وبعد كده هنكمل في سلسلة الفيديوهات الجاية. النتوركينج مر على 3 عصور. اول عصر قال لك it's not about what you know, it's all about who knows you. انت مش مهم انت بتعرف تعمل ايه، انت المهم آه تعرف مين. تمام؟ فده كان اول قانون. بعد كده الجيل التاني جه قال it's not about what you know, it's not about who you know, it's all about who knows you. القانون الجيل التاني جه قال مش مهم انت بتعرف تعمل ايه، ولا مهم انت عارف مين، المهم مين يعرفك. يعني ما تبقاش عارف 100 شخص بس انت مش معروف، فخلاص مهما كنت بتقدم ايه محدش عارفك. جه الجيل التالت بقى وعدل التعريف وحط كده اللمسة الأخيرة، وهي قال بقى في الآخر it's not about what you know, it's not about who you know, it's not about who knows you, it's all about who knows you and glad to know you. مين عارفك ومبسوط ان هو يعرفك. ده السر بقى، يعني ازاي ابني شبكة علاقات مع شخص ناجح جدا في المجال ده ويبقى مبسوط ان هو عارفني، مش يبقى ترميزه عنده ان انا شخص بتاع مصلحتي. طبعا الموضوع ده مهم جدا جدا، وزي ما قلنا هو اول واهم مهارة لازم تتقنها في المجال اللي انت شغوف بيه، وهيفتح لك فرص الى ما لا نهاية. فاحنا ان شاء الله الفترة الجاية هبدأ اعمل سلسلة فيديوز هلخص فيها الكتابين، عشان الناس اللي بتكسل تقرا تستفيد وكأنها قرأت الكتاب معايا. فبس هم هخيركم بين حاجتين: اكمل الفيديو بكاميرا الموبايل كده، ولا اجي استنى ونجيب كاميرا ونبدأ نعمل فيديوهات بجودة اعلى. الاختيار التاني ده هيأخر شوية لان مفيش كاميرا، فلو الفيديوهات دي كويسة وعجبتكم بكاميرا الموبايل خلاص ممكن نكمل على كده. هستنى رأيكم ان شاء الله، وانتظروني الفترة الجاية.